2 4 8. حطي الفينو في المية المغلية وهتدعيلي، سواء بايت أو طازة. انت مش بس هتضاعفي الكمية، لا انت هتعمليها زي أكبر المطاعم، لا وكمان أحلى. أهم حاجة كده الفينو يغلي في المية كويس، عايزاه يطرى حلو قوي قوي. ومن المية المغلية هحطه على طول في مصفى. دلوقتي بقى معايا لحمة مفرومة. أنا معايا 4 كيلو لحمة مفرومة عشان هنعمل أوردر ما شاء الله كبير جدا جدا. 2 كيلو لحمة بقري و2 كيلو لحمة جملي. مش عايزة أقولك بقى الميكس بتاع اللحمة ده هيخليها حلوة قد ايه، فيها مطة وقوام فظيعة. دلوقتي هقولك احنا بنعمل ايه، بس سمي الله وصلي على رسول الله. كمان ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك وتشاركي الفيديو مع أصحابك. حطيت بقى على 4 كيلو لحمة حوالي كيلو الا ربع من دهن البوش. اساسي جدا دهن البوش. الكفته بتاعتك لو بتطلع معاكي مفروله، لو بتطلع معاكي ناشفه، انسي الكلام ده كله. لو اعتمدتي الطريقه دي هتعملي احلى كفته، احلى كمان من افخم محلات الحاتي. جربي الطريقه دي وهتدعيلي. لو هتجربي في كيلو تقدري تستخدمي نص جملي على نص بقري. كمان هتحطي ربع كيلو على الاقل من دهنه البوش. والبوش بتجيبيه من عند الجزار وانت بتشتري اللحمه المفرومه، واساسي جدا في الكفته. كل كيلو لحمه بياخد بصلايه يا جماعه، مش اكتر من كده. اهم حاجه هتعصري البصل كويس من ميته. انا استخدمت 4 بصلات، حطيت عليهم حوالي ربطه من البقدونس على 4 كيلو، معلقه كبيره كده هرميه من الثوم المفروم، اساسي بيدي الكفته ريحه جميله قوي. احط كمان كيس بيكنج باودر. هبتدي بقى اظبط الملح. كل كيلو لحمه مفرومه هيحتاج حوالي معلقه وربع من الملح. بالنسبه بقى للبهارات اللي بتحلي طعم الكفته، بجيب بهارات الكفته الجاهزه من عند العطار. كل كيلو برضه هياخد معلقه كبيره. هنزل بقى بالجنزبيل البودر، وكمان هنزل بالفلفل الاسود نص معلقه من كل حاجه، ده للكيلو. هنزل بكزبره ناشفه ورشه من الحبهان البودر، مش اكتر من كده. جبت بقى الفينو بعد ما صفيته كويس، شايفينه انا طلعته من الميه المغليه على طول المصفى، لازم يتصفى من ميته. كمان لازم تتاكدي ان هو طري جدا قبل ما تضيفيه على اللحمه المفرومه عشان ما يكتلش جوه اللحمه. مرحله مهمه جدا جدا هنعملها دلوقتي، وهي التسميغ. ده اساسي. بس قبل ما نسمخ كده كويس هننسى المكون اللي دايما بنحطه، وده بيفرق في قوام الكفته بتاعتنا، وهو النشا. كل كيلو من اللحمه المفرومه هيحتاج معاكي معلقتين من النشا، وده بيدي مطه وبيمنع الكفته بتاعتك انها تكش جامد بعد التسويه. هبتدي بقى اجيب في الكبه. مرحله التسميغ يا جماعه لازم كبه، مهما سمختي بايدك مش هيديكي نفس نتيجه الكبه او المفرمه. شويه شويه كده بالراحه على الكبه بتاعتنا، وهنبتدي نسمغ اللحمه المفرومه. يبقى الكفته عمرها ما هتنشف منك طول ما فيها كميه كويسه من الدهون. ثانيا الناس اللي بتشتكي انها بتفرول او بتفك منها، ده لانها مش متسمغه كويس. ادام سمختيها كويس، حطيتي نسبه من الدهون، مشيتي على المكونات دي، هتاكلي احلى كفته. هغطيها بقى واسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعه قبل التشكيل، وده بيفرق جدا جدا يا جماعه في قوامها. جبت بقى ميه البصل اللي انا صفيته وحطيت عليه معلقه من الصلصه، وابتديت على طول التشكيل. انا طبعا دايما انتوا عارفين انا بشكل الكفته يا اما بالسيخ بتاع الفرن يا اما بالمسن. عارفين المسن اللي بيجي في طقم المعالق ده؟ هيديكي فراغ حلو قوي قوي للكفته. بصي وما شاء الله، بقول لك طريقه السحب سهله قوي، وبصبعك بتبتدي تعملي الحركه بتاعه الحاتي كده، تديها تعريجه حلوه قوي. وباللي كده المسن او المقوار، الحاجه اللي هتشكلي بيها بميه البصل قبل ما تحطي عليها حته اللحم المفرومه، هتلاقي الكفته بتتسحب معاكي سهله قوي. بصي من تحت لفوق كده ببتدي اسحبها، يعني ما تجيش تسحبي من فوق تحت هيتقطع. ناس بعتت لي على الماسنجر بتقول لي انت ازاي بتطلعي صابع الكفته كده سليم من غير ما يتبهدل. هبتدي بقى طبعا احطها في الفرن، وكنت مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. بحط الصاج في الشبكه اللي في النص وبدون اي شوايه. الكفته طبعا في الاول بتنزل ميتها، وبعدين بستنى لما تشرب ميتها وتبتدي بقى تاخد اللون الجميل ده. على فكره تقدري تحفظيها في الفريزر بعد التسويه، ودي حاجه انا دايما بعملها. بطلع الكفته تفك وبعدين اسخنها، وبتبقى وجبه جاهزه سهله وسريعه عندك. يعني تقدري كل اول شهر تعملي كميه الكفته اللي هتحتاجيها طول الشهر. بصوا بقى ما شاء الله، هنا جمعت كل كميه ال4 كيلو على بعض. بجد مش قادره اوصف لك ريحه الكفته ولا القوام. اتفرجي معايا على القوام والطراوه والمطه، احلى كفته هتعمليها يا جماعه. الكفته الناجحه دايما تخلطي فيها نوعين من اللحمه المفرومه ان امكن، يعني جملي على ضاني على بقري على جملي، اللي انت عايزاه. ده بيفرق جدا جدا كمان في طعمها. بصوا المطه طبعا لازم اساسي نسبه الدهون عشان ما تبقاش ناشفه معاكي. انا حاطه ما شاء الله على ال4 كيلو دول زي ما قلت لك حوالي كيلو الا ربع من البوش بيخلي الكفته تحفه كده من الاخر زي كفته الحاتي، وده لانه ما بيسحش بسهوله، مش زي اي دهنه ممكن تحطيها. جمعت بقى الكفته كلها كده في حله واحده، وابتديت احط عليها الفحم
اساسي تحطي الفحم واعزليه كده ما بينه وما بين الكفته بورقه فويل، وابتدي حطي شويه زيت واقفلي. خلي الكفته بقى تتشرب من طعم الفحم كانها معموله على الفحم من الالف للياء. جبت بقى الطباق وابتديت اجهز الاوردر بتاعي. بألف ألف هنا وشفا على اللي هياكلها. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفينو ضعف لي الكمية. ستي زمان الله يرحمها كانت ممكن تحط بدل الفينو يا اما رغيف عيش، يعني كل كيلو هياخد معاكي رغيف عيش برده او رغيف شامي، او كل كيلو ممكن ياخد معاكي رغيفين فينو بالعدد. جربي ان شاء الله الطريقه دي وفعلا هتدعيلي. اكيد طبعا ناس كتير بتعملها بنفس الطريقه، هي بس الكفته بردت شويه فتحسي ان الدهون مجرمزه عليها، بس طبعا العميله بتاخدها على التسخين وبترجع معاكي فريش وزي الفل. ما شاء الله بقى جبت الميزان وابتديت اعمل كل طبق كيلو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بألف ألف هنا وشفا على اللي كلها. حبايب قلبي اتمنى تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسونيش من دعوه حلوه كمان، اعملي متابعه عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.